ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ صباح الفل. انا شافعي، موزع موسيقي اللي ما يعرفنيش، والنهارده حبيت اتكلم معاكم على الطرق المختلفه اللي انت كموزع موسيقي تقدر تعمل بيها فلوس. اول حاجه طبعا هي شيء بديهي، التوزيع. تقدر طبعا انت تستخدم موهبتك، على افتراض ان انت مثلا ما اشتغلتش لحد بفلوس قبل كده، او حتى لو بتشتغل فالنقطه دي انت كده كده عارفها. تقدر انت توزع اغاني اوريجينال للناس، كفرات بتبقى اسهل شويه طبعا، علشان خاطر انت معاك الاغنيه الاصليه، ممكن تعملها زي ما هي او تعملها مثلا نسخه بيانو، او ممكن حتى تعملها بشكل كرييتيف اللي انت عايزه، بس الكوردات موجوده والخيال الاساسي موجود، فبتبقى حاجه لطيفه واسهل بشويه من الاوريجينال. تقدر تشتغل على جنجلات. الجنجلات دي اللي هي الاعلانات اللي هي بتبقى اغنيه. تقدر تشتغل على موسيقى تصويريه لافلام قصيره او طويله لو جات لك فرصه. طبعا كل اللي انا قلته طبعا تقدر تعمله اونلاين على فايفر او اب وورك، او طبعا اوفلاين، يعني تعرف على ناس ومطربين وتقدر تشتغل معاهم وتتعاونوا مع بعض وتعملوا حاجه حلوه. تاني حاجه تقدر تعمل بيها فلوس كموزع موسيقي، ان انت تعمل ماينصات للاغاني وتبيعها للمطربين اللي هم محتاجينها عشان ينزلوا يغنوا مثلا في حفلاتهم، مثلا لو بينزلوا في كافيهات، بينزلوا في شغل كده يعني. الماينصات دي ممكن سكه شغل تانية محتاجه شويه مجهود في الاول، لكن بعد كده هتريحك شويه في ان انت تقدر تبيع نفس التوزيعه اكتر من مره. وعموما الموضوع عباره عن ايه؟ بتمسك الاغاني اللي هي اشهر اغاني عموما، او على قد ما انت تقدر بتعيد توزيع الاغنيه وتحاول تعملها بكواليتي كويس، بحيث المطرب يجي يشتري منك عدد من الاغاني على بعض مثلا بمبلغ بسيط، لكن تقدر تبيعها للمطرب ده وده وده وده، هم بيستخدموها في الحفلات ويغنوا عليها، فدي برضو سكه كويسه جدا ممكن تشتغل فيها. ثالث حاجه تقدر تعملها ان انت تعمل بيتس عموما، انسترومنتال، بيتس للراب، بيتس للتراب، الحاجات دي. تعمل بيتس مختلفه بخيالك انت عادي، من غير ما يكون في مثلا اغنيه اساسيه بتعمل عليها المزيكا، وتبدا تبيعها اونلاين على المواقع المختلفه اللي هي متخصصه في الحوار ده. في مواقع كتيره ممكن تعمل عليها اكونت، تبدا تنزل البيتس بتاعتك، والناس الرابرز او المغنيين عموما بيخشوا يسمعوا اجزاء من البيتس دي، ويبداوا ان هم مثلا لو في حد عجبته حاجه يشتريها. والحاجات دي بتوصل سعرها ممكن من $20 لحد $100، مش لحد $100 يعني، غالبا في اكتر من كده، بس قصدي ان الموضوع بيكسب جدا لو حطيت تركيزك كله فيه. بجد سكه كويسه جدا، ولو انت شاطر فيها فعلا ممكن تتميز ويبقى ليك جمهورك والناس اللي مستنيه شغلك علشان تقدر تستخدمه. وحاجه تقدر تساعدك في النقطه دي جدا، ان انت ممكن تعمل قناه يوتيوب تحط عليها البيتس بتاعتك بووتر مارك، اللي هي صوت بيتكرر عليه، مثلا بتقول اسمك او ايا كان، بتحط اللينك الشيره بتاعه في الديسكربشن، بحيث ان انت اول حاجه تكسب فلوس من ورا القناه بتاعت اليوتيوب دي، وكمان تكسب فلوس من ان انت تبيع البيتس بتاعتك على المواقع المختلفه. انا هحط لينكات اشهر مواقع لبيع البيتس في الديسكربشن تحت، لو انت مهتم بالحوار ده ممكن تخش تحت وتستكشف وتشوف الدنيا. رابع نقطه عايز اقول لكم عليها، احنا جبنا جزء منها في النقطه اللي فاتت، بس هي ان انت تعمل قناه يوتيوب عموما، سواء بقى تعمل محتوى موسيقى، انسترومنتالز بتاعت اغاني اللي هي زي الماينصات مثلا، بحيث ان انت تسوق لشغلك في الماينصات. تعمل قناه بيتس تسوق لشغلك في البيتس، نفس الفكره. او ممكن تعمل قناه تشرح فيها حاجات عن التوزيع وتتكلم عن حياتك كموزع وعن شغلك عموما. ممكن تنزل اغانيك الخاصه، ممكن تنزل مزيكا انت بتحبها. دي حاجه انا شايف ان هي بتساعد جدا ان انت تسوق لشغلك كويس والناس تشوفك وتعرفك. وفي نفس الوقت لو قدرت تكبر القناه هيحط اعلانات على فيديوهاتك، وبالتالي هيخليك تكسب فلوس كويسه من اليوتيوب بجانب شغلك. فدي خطوه مهمه. انا شايف ان اي حد بينتج محتوى موسيقي، انا شايف ان هو لازم يعمل حاجه زي كده، عشان بتفرق جدا جدا، وبتشجعك برضو ان انت توصل شغلك للناس وتشوف ارائهم وتشوف الفيدباك وتتعلم من كلامهم برضو. خامس حاجه تقدر تعملها كموزع موسيقي عشان تكسب فلوس، ان انت ممكن تعمل سامبل باكس وتبيعها على مواقع زي سبلايس، واكيد في مواقع تانية برضو، انا هدور كده وهحط لكم موقع في الديسكربشن. السامبل باكس اللي ما يعرفش عباره عن ايه، هي ان انت بتكريت مجموعه من الاصوات خاصه بيك انت. يعني انت دلوقتي مثلا عايز تعمل صوت كيك معين، بتسجل صوت الترابيزه مثلا بتاعتك على صوت حاجه تانية على صوت حاجه ثالثه، وتعمل لايرز، وفي الاخر تطلع بصوت كيك عاجبك انت، فده انت اللي عامله. انت ممكن تعمل ده كذا كيك كذا سنير. ممكن لو انت بتلعب آلة جيتار مثلا تسجل سولوهات معينه، تسجل كوردات معينه، تحط الحاجات دي كلها في مكتبه واحده. دي بتتحط على حاجات زي سبلايس، دي بتتباع مثلا بمبلغ انت اللي بتحدده، والموزعين التانيين يقدروا ينزلوا المكتبه دي، ولو هي كويسه هتلاقي عليها اقبال كبير وممكن تجيب لك فلوس وتتباع كذا مره. الموزعين التانيين طبعا بيستخدموا الحاجات اللي انت حطيتها في الباكس دي في توزيعاتهم، سواء الكيك او السنير او الجيتار او ايا كان. طبعا ممكن تعمل اي حاجه. في ناس عاملين مكتبات باصوات حاجات مثلا في مكتب، يعني كوبايه، قلم، مش عارف ايه، الحاجات دي بيسجلوها وبيعملوا باك بيها، ممكن حد تاني يستخدمها في توزيع عادي، او حتى في ساوند افكتس. كرييتيف وفكره حلوه ومسليه جدا في ان انت تعملها، وطريقه كمان ان انت تعمل بيها فلوس زياده تسند معاك في شغلك وحياتك يعني. سادس نقطه عايز اقول لكم عليها، ان انتوا تعملوا مزيكا خاصه بيكم وتنزلوها على ديسترو كده. انت كموزع مش لازم تعمل توزيعات لناس تانية وخلاص، يعني مش لازم تشتغل مع مطرب يغني، مش لازم تشتغل مع رابر تعمل له توزيع وخلاص. انت ممكن تكريت المزيكا بتاعتك وخيالك انت، وممكن تلاقي ناس فعلا عايزه تسمع المزيكا دي وتحبها وتتابعك عشان خاطر خيالك في المزيكا. فزي ما بتعمل شغل للناس، حاول برضو تعمل شغل لنفسك، تحط فيه شخصيتك الحقيقيه، عشان طبعا شغلك مع الناس مش دايما بتاخد حريتك الكامله
عشان المطرب مثلا بيكون ليه رأي في التوزيع، بيقول لك عدل كذا وعدل كذا، وانت شايف ان هي دي اللي انت عايز تعملها، لكن بتضطر ان انت تتفق معاهم وصلوا لحل وسط مع بعض، لكن مش دي شخصيتك الحقيقيه 100%. الطريقه الوحيده ان انت تعمل بيها كده ان انت تعمل مزيكتك انت وتوزعها في منصات الموسيقى كلها عن طريق ديستريبيوتور زي مثلا سي دي بيبي او ديستروكيد. ديستروكيد انا كنت عامل عنه فيديو مفصل بشرح فيه كل حاجه، تقدر تشوف الفيديو في الاي فوق هنا، معرفش هنا ولا هنا بس هنشوف يعني. ده عباره عن موقع انت بترفع عليه اغنيتك وتحط الارت وورك بتاعها اللي هو البوستر بتاع الاغنيه، وهو بينزلها لك على كل المنصات، على ابل ميوزك وسبوتيفاي وديزر وانغامي وكل حاجه ويوتيوب ميوزك، كل حاجه عندهم تقريبا. الفكره بقى الحلوه ان هو بيجمع لك كل الفلوس اللي جات لك من الستريمز، كل الحتت دي بيجمعها لك في مكان واحد تقدر تسحبها على باي بال بعد كده، فده برده مصدر كويس للفلوس. وانا في الاول كنت فاكر ان هو يعني مش هيجيب قوي او بتاع، بس فعلا مع الوقت لما بيعدي وقت بتلاقي الفلوس بسيطه بتتراكم، ممكن تعمل مبلغ يساعدك في حاجه، ممكن اغنيه تضرب فساعتها هيعمل لك مبلغ محترم جدا. والفكره ان انت تبقى متواجد في كل حته عشان الناس تلاقيك بسهوله وتعرف شغلك اكتر، فدي حاجه انا برشحها بشده. وطبعا لو حد فيكم حابب يعرف اكتر عن ديستروكيد ممكن يخش على الفيديو اللي انا اتكلمت فيه عليه بالتفصيل، واللي حابب يشترك في ديستروكيد وياخد خصم 7% عن اول سنه هيشتركها، ممكن تشترك عن طريق اللينك اللي تحت هنا، ده هيديك خصم 7% وهيساعدني ان انا اكبر قناتي وان انا اكبر شغلي. فهكون شاكر لكم جدا لو حد عمل كده، شرف ليا كبير، وان شاء الله تستفيدوا من الموقع اقصى استفاده ممكنه. سابع حاجة تقدر تعملها عشان تعمل فلوس من المزيكا هي ان انت تتعاون مع ملحنين وشعراء وتعملوا فريق يشتغل على اغاني متكاملة، بحيث ان انتوا تعملوا الاغنية وتبيعوها للمطربين. ده حاجة اسمها جايدات. الجايدات دي عبارة عن كلمات كتبها الشاعر واللحن لحنه الملحن اللي هو معاكم في نفس الفريق، وانت بتوزع الاغنية، بتوزعها بخيالك طبعا من غير ما يكون في كلاينت او مطرب لسه هياخدها، انت بتوزعها بحيث ان انتوا تعملوا منتج شكله حلو تقدر تبعته مثلا للمطربين على الواتساب تسوق لهم الاغاني اللي انتوا عاملينها. الحاجات اللي زي كده غالبا بيبقى فيها كرياتيفيتي اكتر وبتاخد راحتك فيها، وكمان بتعمل داتابيس كويسه من الاغاني بحيث ان انت تقدر اي مطرب يجي لك الاستوديو او اي حد تقابله مثلا بيغني ممكن تسمعه الاغاني، ممكن اغنيه تعجبه وتبيع الاغنيه دي وتكسب من وراها فلوس. زائد ان دي الطريقه الاساسيه اللي صناع الاغاني عموما بيوصلوا بيها للمطربين الكبار كمان. يعني ممكن تبعت على الواتساب لمطرب زي تامر حسني او تامر عاشور او مثلا رامي صبري، بتبعت لهم الجايد اغنيه كامله هو بيسمعها، لو عجبته ممكن يتواصل معاك وتبقى عملت حاجه لحد كبير وفتحت لنفسك باب رزق كبير يعني. فحوار الجايدات جميل جدا وانا الصراحه برشحه بشده، بس اهم حاجه ما تجيش على نفسك، وبرده رتب وقتك جدا. يعني لو الوقت سامح ان انت تعمل حاجه زي كده دوس، بس لو مثلا انت عايز تاخد بريك شويه، عندك شغل تاني عايز تخلصه، يعني حاول توازن الامور. بس فعلا دي حاجه بتجيب نتيجه مع الوقت تكون نتيجتها الصراحه كبيره يعني، فجربوا كده وان شاء الله ربنا يكرم يعني. تامن نقطه عايز اقول لكم عليها، حاول تتعلم مهارات جانبيه جنب التوزيع ليها علاقه بمجالك، بحيث ان هي تفتح لك سكك اكتر ان انت تاخد فلوس اكتر وتعمل شغل اكتر، وتجمع للمطربين او للكلاينتس كل اللي هم محتاجينه في حته واحده، بحيث ان هو يحس ان هو مش محتاج يشتغل مع حد تاني. زي مثلا لازم تتعلم على قد ما تقدر هندسه الصوت، الميكس والماستر، ده بيفرق جدا في كواليتي شغلك وبيخلي الشخص يكون عايز يشتغل معاك اكتر، خصوصا لما تجمع له كل حاجه هو محتاجها في مكان واحد، ما يضطرش يروح لمهندس صوت تاني ويروح لاستوديو يسجل تاني ويروح مش عارف ايه. دي بتبقى حاجه كويسه جدا وبتشجع الناس تشتغل اكتر واكتر معاك. حاجه تانيه ممكن تتعلمها ان انت تتعلم الفوتوشوب والبريمير او ايا كان برنامج مونتاج تاني، بحيث ان انت تقدر تعمل ليركس فيديو او تشتغل على الفيديوز بتاعه المطربين، خصوصا ان الليركس فيديو اليومين دول مطلوب جدا والناس كلها بتشوفه طريقه سهله ان هي تعمل فيديو كويس، ما تنزلش اغنيه من غير فيديو، وفي نفس الوقت ما يكونش مكلف زي مثلا الفيديو كليب. فدول حاجتين اساسيين لو اتعلمتهم فعلا هيفرقوا معاك جدا في الشغل، وهتلاقي الناس بتقول لك طب انا عايز اعمل ميكس ماستر الاغنيه، بعد كده عايز اعمل لها فيديو، فانت جمعت شغلانه من هنا، فلوس التوزيع على فلوس الميكس والماستر على فلوس الليركس فيديو، لقيت نفسك عملت حاجه كويسه وفي نفس الوقت شجعت الناس خلاص يستقروا معاك انت في الشغل ويرتاحوا معاك في الشغل. تاسع نقطه معانا النهارده هي انك تعمل كورسات للتوزيع الموسيقي. لو انت واصل لمرحله كويسه في التوزيع وحاسس ان انت عندك معلومه كويسه تقدر تقدمها للناس، ممكن تصور كورس اجزاء معينه، ممكن تتكلم عن حاجه معينه في التوزيع، ممكن تتكلم عن التوزيع بشكل عام، الاساسيات، ليفلات، مش عارف ايه كده يعني، بحيث ان الكورس ده تقدر تنزله على المواقع اللي بتبيع الكورسات، وتقدر ان انت تبيعه اكتر من مره لاكتر من حد، وبكده تبقى كسبت فلوس الكورسات اللي بتتباع، سوقت لنفسك كموزع. وثالث حاجه ثواب نشر العلم كبير جدا، ومن الحاجات اللي بتبقى لك بعد الموت طبعا ان انت ما بخلتش على حد بمعلومه، او ان انت قدرت تعلم حد حاجه يشتغل بيها وياكل منها عيش، دي ممكن تبقى ثوابها كبير جدا عند ربنا.
فدي سكه كويسه جدا تقدر تعملها علشان خاطر يجيلك دخل جانبي غير الدخل الاساسي، وفي نفس الوقت تقدر تخلي اكتر عدد من الناس يستفيد بموهبتك او بخبراتك. وعاشر نقطه هي انك تدي كورسات توزيع موسيقي عندك في الاستوديو، يبقى فيس تو فيس. طبعا هي دي ليها علاقه شويه بالكورسات الاونلاين، لكن هي فكرتها ان هي دي بتبقى سعرها اعلى شويه عشان هي كورسات برايفت، وفي نفس الوقت دي مش بتقدر تبيعها كذا مره زي الكورس الاونلاين، بحيث ان الكورس الاونلاين انت بتصوره بتتعب مره واحده، تصوره وخلصه وتسيبه على النت خلاص كده. انما الحصص بتبقى دايما لازم تعرف طلبه وتعلمهم وهكذا، فعشان كده سعره بيبقى اعلى طبعا من الكورسات الاونلاين. لكن هي طريقه كويسه جدا، خصوصا لو انت عندك مهاره كويسه في الكلام وفي الشرح، فده هيساعد جدا ان انت تعمل كده. وفي نفس الوقت مش بياخد وقت كبير، انت بس هتحضر منهج كويس ترتب فيه ازاي هتشرح توزيع للشخص اللي هيقعد معاك، وكمان ممكن تاخد ساعه في الاسبوع، ساعتين في الاسبوع، على حسب بقى الاتفاق اللي هتعمله مع الطالب. تبقى حاجه جانبيه كويسه جدا، مش بتاخد مجهود كبير زي التوزيع، بس بتجيب فلوس كويسه. وكمان عندي ليكوا نقطه بونص في الاخر، انت اي حاجه بتعرف تعملها ليها قيمه. حاول تشوف مهاراتك عموما. ممكن تكون بتلعب جيتار، بتلعب آلة زي كمانجا او كلارنت، بتلعب طبلة مثلا، درامز، ممكن تكون بتغني وصوتك حلو. كل الحاجات دي ممكن تحس ان هي ملهاش قيمه قوي او مش هتعرف تطلع منها فلوس، لكن انت تقدر تستغل كل حاجه بتعملها عشان دايما في حد محتاج الحاجه دي عشان يكمل شغله. مثلا بالنسبه للآلة الموسيقيه ممكن تستغلها بانك تلعب سيشن لايف في توزيعة حد تاني، سواء اونلاين او اوفلاين. اونلاين ممكن تعرض على فايفر ان انت بتلعب جيتار، هتسجل جيتار في اغنيه الشخص اللي عايز جيتار مثلا بمبلغ فلاني، او تبقى سيشن جيتارست برضو، بحيث ان انت تنزل الاستوديو تسجل جيتارات في توزيعات ناس تانية عادي بمقابل مادي كويس. بالنسبه للغنى نفس الكلام، في ناس بتحتاج حد يغني اغنيه في مشروع تخرجها مثلا، اغنيه في اعلان، ده اغلبهم بيبقوا اونلاين بس بيبقوا عايزين فوكالز علشان يحطوها على تراكات الاي دي ام والهاوس والترانس بتاعتهم، فالحاجات دي ممكن تستغلها برضو عشان تطلع منها فلوس كويسه. وفي النهايه حابب اشكركم جدا لكل اللي شاف الفيديو والكل اللي وصل للنقطه دي، شكرا ليك جدا وشرفتني بمتابعتك. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان ده بيساعدني كتير جدا، واعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس اللي تحت علشان خاطر يوصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها. انا بنزل فيديوهات تعليميه، بنزل فيديوهات بنتناقش فيها في افكار مختلفه في المزيكا، بنزل المزيكا بتاعتي الشخصيه، بنزل انسترومنتالز، كفرز، حاجات مختلفه كتير. فيشرفني ان انتوا تتابعوني، وباذن الله اقدر اقدم لكم دايما معلومات مفيده، محتوى كويس، واتشرفت بيكم جدا. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.